صدم محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق جماهير الأبيض بتأكيده أن اللاعب البرازيلي خوان ألفانا أثبت في أول اختبار صعب له أمام فريق كبير مثل الأهلي أنه لا يمكنه تعويض رحيل زيزو. يدرس نادي بتروجيت جديا بيع حامد حمدان لأهل طرابلس الليبي رغم الرغبة الشديدة للاعب في اللعب لنادي الزمالك لصعوبة تنفيذ الزمالك لمطالبهم ولوجود مشاكل مالية كبيرة في النادي تصعب عليه السداد. نفى نادي الزمالك كل ما يثار عن وجود مشاكل بين ناصر ماهر وخوان ألفانا، وتعمد اللاعب الأول عدم تمرير الكرة للاعب البرازيلي، مؤكدا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة. تعرض حمادة أنور إداري منتخب الشباب لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسببه في فشل تأهل المنتخب من دور المجموعات بكأس العالم بسبب الإنذار الذي حصل عليه للاعتراض على الحكم بعد الفوز على تشيلي، مما أدى إلى حسم تشيلي المركز الثاني بفارق اللعب النظيف رغم تعادلهم في النقاط. هنأ عمر خضر صاحب هدف فوز منتخب الشباب على تشيلي زميله محمد عبد الله لاعب الأهلي الشاب لفوزه بجائزة رجل المباراة، وذلك بعد تاتش بسيط بينهما في كرة الهدف، حيث تدخل أسامة نبيه وقرر أن يسددها عمر خضر بدلا من محمد عبد الله الذي كان متمسكا بالتسديد. ضم المنتخب المغربي المحلي رضا سليم لقائمته التي تستعد لمواجهة منتخب مصر الثاني وديا استعدادا لكأس العرب. انتقد حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي بسبب تضارب مواعيد بطولة كأس العرب مع مباريات الأندية المصرية في دور الأبطال والكونفدرالية وبطولة الانتركونتيننتال. أكد طولان أنه في ورطة كبيرة ولا يعرف ماذا سيفعل في ظل ارتباط الفرق المصرية بمباريات قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، مشيرا إلى أنه مضطر حاليا لزيارة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية للوصول إلى حل يرضي الجميع. تعجب خالد بيومي المحلل الرياضي من تجاهل الإعلام للمأساة التي يعيشها نادي الإسماعيلي والاهتمام بالأهلي والزمالك فقط سعيا للترند، مؤكدا أن الأندية الجماهيرية في مصر تنهار تدريجيا وسيتم القضاء عليها تماما. دعا الإسباني غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الجماهير الإسبانية للتظاهر في مدينة برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة التي يتعرض لها القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. طالب محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق بضرورة استقرار عماد النحاس في قيادة النادي الأهلي بعدما نجح في إعادة شخصية الأهلي وعودة الفريق للمنافسة بقوة على الصدارة. يرى أبو الدهب أن الأهلي ليس في حاجة لمدرب عالمي حاليا، وأن المدرب المصري فرص نجاحه أكبر لأنه يفهم عقلية اللاعبين وقادر على التعامل معهم نفسيا أكثر من المدرب الأجنبي، كما يرى أن جوميز مدرب جيد جدا وقادر على النجاح وتحقيق نتائج جيدة إذا تم الاستقرار عليها. أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن ملف الكرة بالنادي الأهلي صعب جدا، وأن مهمة سيد عبد الحفيظ لن تكون سهلة على الإطلاق، مؤكدا أن هذا الدور مختلف تماما عن ملف مدير الكرة الذي نجح فيه. تمنى بلال أن يحقق عبد الحفيظ نفس النجاحات في هذه المهمة الصعبة التي قد تتسبب في انتقادات كبيرة له في بعض الأوقات في حال التعثر، مؤكدا أن جماهير الأهلي ليس لها عزيز ومصلحة الأهلي بالنسبة لها أهم من أي أسماء وفوق الجميع.